عمرك تخيل شي طون اللي كتاكلو واش كيرجع لك بشي فائدة ولا لا؟ أول حاجة خاصك تعرف تأثير الطون بوحدو على الذات كيبني لك العضلات. الطون غني بالبروتين عالي الجودة، كيعاون بزاف في ترميم الأنسجة وبناء العضلات، وكيعاونك حتى في صحة القلب والدماغ. فيه الأوميغا 3 اللي كينقص من الالتهاب وكيحسن التركيز والصحة ديال القلب. فيه فيتامينات كيعطيك فيتامين بي 12 والسيلينيوم اللي كيقوي المناعة. تاني حاجة، ملي كيخلطوا مع بعضياتهم بحال الشلاضة ولا في الساندويتش، فيها التوليفة الجسم كيتعامل معاها. الروز وخيزو الألياف والطاقة. الروز كيعطيك الكربوهيدرات اللي هما الطاقة ديالك انت اللي كدوز بها النهار، وخيزو كيعطيك الألياف وفيتامين هاد الخلطة كتخلي الامتصاص ديال السكر في الدم يكون متوازن، يعني كتحس بالشبعة لمدة طويلة. البصلة مضادات الحيوية، البصلة كتحسن من الهضم وكتعطي مضادات الأكسدة القوية، وكتزيد تشرس الجهد ديال الليدام اللي كاين في الطون. والخبز، إلا كان الخبز كامل فهو مزيان، إذا كان خبز أبيض كيزيد السعرات الحرارية. رد البال من المايونيز والكيتشوب، هنا فين كاين الفخ الغذائي. هادو غير نصائح غير باش تعرف مثلا ملي كتاكل نص ديال الطون شنو هو فيه. اول حاجه خاصك تعرف المايونيز كيزيد نسبة الدهون والسعرات الحرارية بشكل كبير، كيرد وجبة صحية لوجبة ثقيلة على الكبد والجهاز الهضمي. والكيتشوب فيه كمية مخبية ديال السكر والملح، وهذا القدر يقدر يدير احتباس سوائل إذا نفاخ. نصائح باش تستافد كثر من النوع ديال الطون. الا كنتي كتاكل الطون المعلب بزاف، حاول تختار اللي بالماء، اي ناتوريل، ماشي اللي بالزيت، باش تنقص ليدام وتصفي الزيت مزيان. الزئبق، التونة فيها نسبة من المعادن الزئبق، ما مزيانش تستهلكها يوميا بشكل مفرط. مرتين الى 3 مرات في الاسبوع كافية وبزاف. باختصار، الوجبة ديال الطون الروز وخيزة والبصلة بحال خونا امين هي وجبة متكاملة وممتازة للذات. غير حاول تنقص من المايونيز والكيتشوب باش ما تضيعش الفائدة ديالها. وحتى لهنا غيكون سال الفيديو ديالنا، تلاقاو في فيديو جديد. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لنا جيم واشتراك باش يوصلك الجديد، وما تنساش تخلي لي في التعاليق شنو بان لك في هذا الموضوع.